الميهودي، وممكن مش نتحدث في فكره ممكن للمره الاولى التي سنتحدث فيها، لانه هذه الفكره الان تدور في الكواليس استاذ محمد الميهودي، ولكن في العلن هذه الفكره الى حد الان لم يتحدث فيها الاعلام، وهي ممكن احنا نتحدث على الوداد وسان داونز، نتحدث على المغرب وجنوب افريقيا، وهذا ما يدفعنا الى الحديث عن ممكن بدايه حرب بارده داخل الكواليس بين فوزي لكجع وموتسيبي. الحديث في كواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن حرب بارده، عن بدايه ان صح التعبير نوع من الاشكال ان صح التعبير بين الحلف المغربي بقياده فوزي لكجع ورئيس الاتحاد الافريقي بقياده موتسيبي. والله عزيزي دعني في البدايه قبل الاجتهاد او قبل الجواب على السؤال دعني ازكي ما قاله العزيز ربيع فيما يخص الوداد الرياضي، وساكون اكثر قساوه في القول، واقول بان هناك لاعبين الان هما امام محطه بين اما الاستمرار مع الوداد او التوقف مع الوداد. مستواهم لم يعد يعجب احدا، العملود، جبران، الحسوني ومترجي. أنا أعتقد بأن اللقاء في بريطانيا هو لقاء المصالحة مع الجماهير، وما أعظم جماهير فريق الوداد الرياضي وما تقدمه جماهير الوداد الرياضي. يعني في بريطانيا هؤلاء مطالبين أولا بالتركيز، بالانضباط، وببذل مجهود أكبر. مردودهم في اللقاءات السابقة هي ضعيفة وضعيفة جدا، وبالتالي أن لا مجال الآن للتراخي مجددا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، وأنا أتابع المدرب سان داونز عزيزي هيكل، وأتابع تألق شيبا وتألق القراقي. أقول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حان الوقت لإصدار قانون يحدد سن التدريب في المغرب. أنا أعتقد لم يعد مسموحا لمن يفوق سنه 55 سنة أن يتحمل مسؤولية التدريب في المغرب. فبالتالي يجب أن نعطي الفرصة للشباب من قيمة سعد شيبا ومن هذا الجيل المتميز. فيما يخص لعبة الكواليس أو حرب الكواليس بين فوزي لكجع وموتسيبي، دعني أقول وبكل ثقة في النفس، فموتسيبي يعرف من هو فوزي لكجع، ويعرف من هي تحالفات فوزي لكجع، ويعرف من هو المغرب داخل إفريقيا وما قوة المغرب داخل إفريقيا، ويعرف أيضا ما هي أهداف المغرب من إفريقيا هي خدمة الصالح العام. وبالتالي أنا شخصيا مطمئن في أي حرب في هذا الاتجاه بأن المغرب سينتصر وفوزي لكجع سينتصر، دام أن الأمر يسير في اتجاه المصلحة العامة لكرة القدم الإفريقية، وما دام أن المغرب قوي بإفريقيا. واضح. هو الهدف من هذا السؤال هو التاكد هل حرب الكواليس هذه موجوده او لا، والاستاذ محمد الميهودي اكد لنا ان هذه الحرب في الكواليس هي موجوده، والانتصار في الاخير سيكون للمغرب حسب الاستاذ محمد الميهودي. فقط بالنسبه للسن القانوني استاذ محمد الميهودي، كارلو انشيلوتي فوق ال60، عديد المدربين المتالقين فوق ال60، يعني فوزي البنزرتي مثلا تالق مع الرجاء في كاس العالم للانديه فوق ال60، يعني في مدربين الحقيقه مازال عندهم الامكانيه انهم يتميزوا فوق ال60، لانه فوق ال 55 انت قلت 55 يعني على الاقل 16 سنوات. 65 اوكي، تعرف في مدربين ينضجوا يعني بصفه متاخره نسبيا. فازوا بالالقاب بعد 60. والله عزيزي هيكل انا شخصيا اقول بان كل الالقاب الان وكل المحطات الان الناجحه هي مع مدربين شباب. انا لا اتعلم وانشيلوتي، هل لنا انشيلوتي في المغرب؟ يعني لا اريد هذه المقارنه، انا فقط اريد ان اقول داخل المغرب نحن الان امام جيل جديد من المدربين، علينا ان نعطيهم الفرصه، والبقيه عليها ان تبحث عن محطات اخرى للتدريب. انا اعتقد لا نوزع الان بطاقه المقاومه على المدربين، يكفي. حتى نكسب قليل من الوقت. هو ممكن ما فيش انشيلوتي في المغرب؟ لا. محمد فخير مثلا؟ لا نمشي مباشرة. محمد فخير اكيد مدرب مقتدر، لكن تتكلم عن فوارق كبيره. انشيلوتي يعني نمشي لعادل زهمول. نمشي لعادل زهمول. عادل مباراة تقريبا المباراة التي ممكن فيها لقطات مهمة جدا هي مباراة الوداد وسان داونز، وعادل 4 لقطات مهمة جدا في هذه المباراة.